تعالى بقى اقول لك على 5 حاجات تعملهم وانت رايح السكند انترفيو عشان تستعد كويس ونبارك لك بعدها. اول حاجه لو كلموك وحددوا معاك الميعاد، حاول تسال وتعرف مين اللي هيعمل معاك الانترفيو، وابدا اعمل سيرش عنه. بقى له قد ايه في الشركه، انجازاته كانت فيها عامله ازاي، بيتكلم عن الشركه ازاي. وده ممكن يكون عن طريق متابعتك لاكونت لينكدين بتاعه او فيسبوك. الحاجات دي لو عملتها هتعرف تلاقي سكه كده وانت بتتكلم في الانترفيو. ده غير انها هتخف عليك توتر اول مقابله لشخص جديد. تاني حاجه، عيد حساباتك. يعني ايه؟ يعني ابدا راجع اللي قلته بخصوص مهاراتك وخبراتك في المره الاولى، واللي كان كويس وحسيت انه ممكن يدعمك بشكل اكبر اشتغل عليه، واللي ما كانش كويس حاول تتجنبه. ثالث حاجه، توقع الغد. ما تقفش قوي كده، تعالى بس هفهمك. شوف يا سيدي، وارد جدا ان الشخص اللي هيكون معاك يكون مديرك اللي جاي، فخليك دايما مستعد لاي اسئله تكنيكال في مجالك وبامثله. وممكن كمان تلاقيه بيعمل لك تيست صغير كده باسئله ممكن تكون تريكي شويه وممكن ما يكونش لها اجابات على فكره، بس خليك دايما مستعد. وده كله عشان ما تتوترش، وارجوك بلاش تفتي. رابع حاجه، هو انت طول الانترفيو هتقعد تتسال بس؟ خليك جريء واسال انت كمان، لان دي الفرصه المناسبه انك تلاقي اجوبه الاسئله اللي كنت مأجلها من المره اللي فاتت. وده برضو هيدي لك كريدت عند الانترفيور. ليه؟ لانه هيبقى عارف قد ايه انت مهتم بالوظيفه دي. خامس حاجه بقى، ما تنساش تشكر الناس على وقتهم، بس ما تكونش بطريقه تبين انك مدلوق، لا، بطريقه تكون مبينه قد ايه انك حتى لو ما اتقابلتش انت فاهم يعني ايه كونكشنز. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى تقولي لو رحت انترفيو قريب عملت ايه فيه، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.